رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع مقطع آخر جديد من كتاب حتى يعلم الشباب لعبد الله ناصر حلوان رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وأما الجهاد السياسي فهو بذل الجهد في إقامة الدولة الإسلامية على أسس من مبادئ الإسلام وقواعده العامة الشاملة، وبالاختصار أن تكون الحاكمية في الدولة لله سبحانه وتعالى وحده. ولا شك أن البلاد الإسلامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص تعاني من حكام منحرفين ومن حكومات ضالة لا تقيم للمنهج الرباني وزنا ولا للنظام الإسلامي اعتبارا، إلا من رحم الله طبعا. بل أكثر نظم هذه الحكومات ودساتيرها وقوانينها مستمدة من دساتير الشرق أو قوانين الغرب، وقليل جدا من هذه الحكومات من تعتبر الشريعة الإسلامية دستور حكم ومنهج حياة. ولو تأملنا في هذه الحكومات المتعاقبة بعد الحرب العالمية الثانية لوجدنا أكثرها من صنائع القوى المتآمرة والحاقدة، من ماسونية ماكرة واستعمار غاشم ويهودية خبيثة متلاعبة. والذي تولى كبر التآمر والتنفيذ كمال أتاتورك وعصمت إنونو وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي، فهم الذين قاموا على تنفيذ الجريمة، وهم الذين فرضوا على مجلس الأمة التركي عام 1924 ميلادي اتخاذ القرار بإلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان علمانية الدولة وإبعاد التشريع الإسلامي عن واقع الحياة، وذلك بإلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف وأحكام الميراث، وجعل الأذان باللغة التركية بدلا من اللغة العربية، واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية، وعطلة يوم الجمعة استبدالها بيوم الأحد. وانتهى ذلك كله عام 1928. وهذا يا إخوة تاريخ لابد أن يكون الإنسان مطلعا عليه، وإن كانت بفضل الله كثير من الأحوال اليوم قد تغيرت إلى الأفضل وإلى الأحسن، لأن الناس يحبون الله ويحبون دين الله سبحانه وتعالى، والله يسخر لدينه من يرعاه. لكن جميل أن نعرف التاريخ وأن نفهمه. قال: وانتهى ذلك كله عام 1928 إلى غير ذلك من التغيرات اللادينية التي أحدثها ونفذها. وعلى أعقاب هذه التغييرات الجذرية اعترف الإنجليز والحلفاء باستقلال تركيا، وباركوا جهود أتاتورك في إلغاء الخلافة وعلمنة الدولة ومحاربة الإسلام. وكان من نتيجة إلغاء الخلافة أن تشتتت البلاد الإسلامية وحل عليها الضعف والوهن، وأصبحت ألعوبة بيد الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا في حينه. واستطاعت الماسونية العالمية التي تديرها اليهودية أن تلعب دورا كبيرا في اجتذاب أصحاب الغنى والنفوذ والجاه، فاصطنعت منهم حكاما يأتمرون بأمرها وينفذون مخططاتها بأساليب متنوعة وشعارات مطروحة متجددة باسم الوطنية حينا، وباسم التقدمية أحيانا، وباسم القومية تارة، وباسم الاشتراكية تارة أخرى، عدا عن مناداتهم بتحرير العامل وتحرير المرأة وتحرير الفلاح، إلى غير ذلك من هذه الشعارات التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، والتي تستهدف تحويل الجيل المسلم نحو الإلحاد والإباحية، كما نرى للأسف في كثير من المجتمعات غير المسلمة وفي بعض المجتمعات المسلمة. قال: وقد تضافرت في هذا العصر قوى خارجية وداخلية وعالمية ومحلية تعمل ليل نهار لأجل هدف واحد وغاية واحدة، ألا وهي هدم العقيدة الإسلامية من النفوس وطمس معالم الإسلام من الأرض. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه القوى المتضافرة متجسدة في أعداء خمسة: 1. التبشير والاستشراق. 2. الشيوعية الدولية. 3. الصهيونية العالمية. 4. الاستعمار الحاقد. 5. العمالة للأجنبي. ولكل قوة من هذه القوى المعادية تنظيمها وأسلوبها ووسائلها في حرب الإسلام وأهله والاستيلاء على البلاد الإسلامية وشعوبها. فإذا كانت الأحكام الإسلامية معطلة والوحدة الإسلامية غير قائمة، فما على المسلمين في كل مكان
إلا أن يعلنوا شعيرة الجهاد في سبيل الله حتى يصلوا في نهاية الشوط إلى إقامة الحكم الإسلامي وتحقيق الوحدة الإسلامية المتراصة الشاملة. إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما دامت أحكام الله لا تقوم والجهاد لا يتحقق والوحدة الإسلامية غير موجودة، وجب على المسلمين إقامة الحكومة الإسلامية في كل قطر لا يحكم فيه بشريعة الإسلام. وربما يفهم بعض المسلمين أن المشاركة في العمل من أجل إقامة حكم الإسلام في كل قطر هو من قبيل فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا صحيح إذا كان هذا البعض من المسلمين يكفي لإقامة الحكومة المسلمة. أما إذا كان لا يكفي فإقامة الحكم الإسلامي فرض عين على كل مسلم حتى تتم الكفاية من المسلمين في تنفيذه ووجوده. ولا يكفي تحقيق الكفاية في إقامة الحكم، بل لا بد من النظام، ولا بد من الوحدة، ولا بد من تنفيذ خطة، ولا بد من إعداد أجهزة، ولا بد من تضحية، وهذا كله يطلق عليه اسم الجهاد السياسي. إن المسلم الذي يطرح شعار عدم التدخل في قضايا السياسة هو أحد رجلين: إما أنه لا يفهم الإسلام، وإما أنه رعديد جبان. ولو سلكنا طريق عدم التدخل في الشؤون السياسية لأخرجنا جيلا سلبيا انهزاميا واهما منعزلا جبانا ضعيفا متواكلا تاركا الدنيا للمفسدين يعيثون فيها فسادا وينشرون في البلاد الظلام البغي والإباحية والإلحاد، فمصيرهم ومصير أبنائهم فيما بعد أن يكونوا في زمرة الكافرين والملحدين عياذا بالله. وإذا كان العمل الإسلامي يتطلب أحيانا أن يكون بعيدا عن المجالات السياسية، فهذا ليس معناه أن العاملين قد طلقوا السياسة، وإنما هي مرحلة موقوتة تدخل ضمن خطة عامة، حتى إذا انتهت تحول الاتجاه إلى المراحل الأخرى حتى يتم الوصول في نهاية الشوط إلى تنفيذ حكم الله سبحانه وإقامة معالم دينه في الأرض. أما أولئكم الذين يفرضون على أنفسهم وعلى من يسير معهم عدم المشاركة في العمل السياسي العام مع بقية المسلمين فهم آثمون مرتين: مرة لأنهم لم يشاركوا ولم يعملوا، ومرة لأنهم منعوا غيرهم من المشاركة والعمل في فريضته. وقد يكون الشيء الذي انفردوا فيه نافلة ضيعوا من أجلها واجبات وفرائض. وهناك فئة من المسلمين تقول إننا اليوم في مرحلة العهد المكي، ويعنون بهذا أن المرحلة مرحلة تكوين وتزكية، وليست مرحلة صراع ومواجهة، فليس علينا أن نتدخل بالسياسة باعتبار أننا في مرحلة التكوين. ومثل هذا الرأي باطل مرتين: أولا في تصورهم الخاطئ للعهد المكي، وثانيا في تصورهم الخاطئ للإسلام. أما في تصورهم الخاطئ للعهد المكي فلما توهموا أن هذه المرحلة هي مرحلة التكوين والتزكية وليست هي مرحلة الصراع والمواجهة. إن المتتبع لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم في العهد المكي يجد أن أعنف مراحل الصراع الفكري والعقدي كانت في ذلك العهد، وإلا لماذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى؟ ولماذا عذب بلال وعمار وياسر وصهيب وأبو ذر؟ ولماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة؟ أليس من تحدي المشركين في عقائدهم وعاداتهم؟ أليس من تميز التصور أليس من تميز الفكر الإسلامي عن الفكر الجاهلي؟ أليس من إبطال التصور الكافر الذي كان عليه الجاهليون؟ ثم كان الصراع مع الباطل في هذا العهد جزءا من مراحل التكوين للشخصية الإسلامية. وكيف تتكون الشخصية الإسلامية بدون صراع مع الجاهلية وبدون التخلق بأخلاق الصبر والمصابرة عند القيام بواجب الجهاد التبليغي؟ وهل الصبر معناه في تصور هذه الفئة أن يقف المسلم موقفا سلبيا انهزاميا خائرا أمام أصحاب الدعوات الباطلة والمبادئ الهدامة ويصبر بعد ذلك على سخريتهم وهزئهم وأذاهم؟ نعم، إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يصبرون، ولكن بعد أن ينقضوا الجاهلية ويعروا الباطل ويبينوا الحق ويسفهوا أعمال الكافرين والفاسقين، ثم يتحملوا بعد ذلك أصناف الأذى وأنواع الاضطهاد بصبر وشجاعة وإيمان. إذن دعوى أن المرحلة المكية هي مرحلة تكوين وإعداد وليست مرحلة صراع ومجابهة هي دعوى باطلة وتوهم خاطئ، ألا فليتذكر أولو الألباب. أقول إضافة لذلك: لعل الذي دفع هؤلاء إلى هذا الوهم
أنهم ظنوا أن المواجهة يجب أن تكون بالقتال. كلا، المواجهة هنا بالفكر، المواجهة هنا بالعلم، المواجهة هنا بالتصور، غير المواجهة القتالية، فهي شيء آخر ومرحلة أخرى قد لا يحتاجها المسلمون أصلا في بعض الأوقات وبعض الأحوال. أما في تصورهم الخاطئ عن الإسلام، فلما اعتقدوا أن الإسلام في هذا العهد مقصور على التكوين الروحي والإصلاح العقيدي، فليس لهم أن يتدخلوا في الأمور السياسية، باعتبار أن قضايا الحكم وقضايا السياسة لم تكن إلا في العهد المدني. وهذا الاعتقاد وهم وخطأ، لأن الإسلام قد تم واكتمل، والتشريع الإسلامي قد استقر ووضح، وأحكام الله تعالى قد نزلت وبينت، والمسلم الآن أصبح مطالبا بكل مبادئ الإسلام. لقد فرض الصيام والزكاة والحج في المدينة المنورة. أفيرى هؤلاء أنهم غير مطالبين بهذه الأركان لأنهم في مرحلة التكوين، في مرحلة العهد المكي؟ فكما أنه لا يسعهم أن يتركوا الصيام والزكاة والحج، كذلك لا يسعهم تناسي أي نظام من أنظمة الإسلام، سواء كان النظام سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو خلقيا، فكل ما كان من استطاعة الفرد تطبيقه أو باستطاعة الأمة تحقيقه يجب أن يطبق وأن يحقق دون تواكل أو تقاعس أو تقصير. أما ما كان تنفيذه من خصوصيات الدولة كإقامة الحدود الشرعية وتسيير البعوث الحربية الجهادية، فمرجأ إلى ولاة الدولة الإسلامية لتقوم بهذه المهمات الملقاة على عاتقها. إن أحوال المسلمين اليوم لا ينطبق عليها مرحلة العهد المكي بشكل من الأشكال، لكونهم كثرة ويستطيعون أن يجمعوا كلمتهم على الحق والجهاد السياسي والإطاحة بالطواغيت الذين يحاربون الإسلام وينفذون مخططات الأعداء، ولكن أحوالهم ينطبق عليها مرحلة الردة عن الإسلام بعد الإسلام. فالمسلمون اليوم في مرحلة العهد الدني بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، تجتاحهم تيارات من الغزو الفكري لتردهم عن دينهم وليصبحوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، فما عليهم إلا أن ينضموا إلى جماعة المسلمين ليقفوا صفا واحدا أمام العدو الكافر، حتى يكون الدين كله لله، وحتى تتحقق الحاكمية لشريعة الإسلام وحدها، فعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إن كل جيل من أجيال المسلمين مكلف بإقامة هذا الإسلام دينا ودولة، وعلى كل جيل أن يحقق الإسلام في ذاته تحقيقا كاملا، وعلى كل جيل أن يهيئ من الوسائل في الجهاد السياسي ما يحقق الحاكمية لله وتثبيت دعائم الدولة المسلمة. فإذا ما كان كل جيل مكلفا وكل فرد مكلفا، فنحن أبناء هذا الجيل من المسلمين مكلفون بصرف النظر عن كوننا سنحقق كل شيء فنكون منصورين، أو يتحقق ذلك على يد غيرنا من الأجيال المتعاقبة، فيكفينا فخرا وشرفا أن شاركنا في المسيرة الإسلامية، وإن لم نصل إلى آخر الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الله سبحانه تعبدنا بالعمل ولم يتعبدنا بالنصر، وإن كان النصر في كثير من الأحيان دليلا على استفراغ الجهد وصدق النية ومضاء العزيمة وتحقيق السنن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيا شباب، استعينوا بالصبر والصلاة وسيروا على بركة الله، وحذار من اليأس، فإن اليأس قاتل الرجال وهازم الأبطال. حذار أن تستمعوا إلى وجهات النظر اليائسة المتهالكة التي تقول انتهى كل شيء وعجزنا، اللهم إن هذا منكر لا نرضى به ولا نقدر على رده، إلزم حلس بيتك فليس في الجهاد فائدة. لقد قال الله سبحانه عن هذه الزمرة اليائسة الميأسة: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليأس والقنوط،
إنما تدلل على هلاكها قبل كل شيء وليس على هلاك المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم. ومن كان يظن يا شباب أن تقوم للمسلمين قائمة من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمان، من كان يظن أن هذه البلاد ستحرر على يد البطل المغوار صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة ويصبح لهم الكيان والقوة والعزة ما شرف التاريخ، ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وفتكوا في الأنفس والأعراض فتكا ذريعا حتى قيل إن جبالا شامخة أقامها هولاك من جماجم المسلمين. من كان يظن أن بلاد الإسلام ستحرر على يد البطل المقدام قطز رحمه الله في معركة عين جالوت الحاسمة ويصبح للمسلمين من المجد والعظمة والرفعة ما فخرت به الأجيال. إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخالدة. وعليكم ألا تنسوا يا شباب أن الله سبحانه مع المتقين وبيده وحده تحقيق النصر، فثقوا به واعتمدوا عليه وانصروه لينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومما يبشر يا شباب أن المستقبل سيكون للإسلام لا محالة هذا الحديث الصحيح الذي سنقرأه الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول دينكم نبوة ورحمة، وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض. لا تدع السماء من قطر إلا صبه مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئا إلا أخرجته. فالذي يبدو أن الملك العاض قد انتهى بانتهاء السلطنة العثمانية، والآن جاء دور الملك الجبري، ومظهره تلك الانقلابات الكثيرة التي توصل أصحابها إلى الحكم دون رأي الأمة وغصبا عن إرادة الشعب. دكتاتوريات بدأها أتاتورك في تركيا وتتابعت في كل مكان، ولكن دلائل اليقظة الإسلامية تبشر بأن ذلك لن يطول أبدا، وسيأتي اليوم الذي ستكون فيه الخلافة على منهاج النبوة والحياة العامة على سنن الإسلام أو على سنن الإسلام، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله. وإني متفائل أن هذا كله سيتحقق على أيدي الشباب وعزائم الرجال وجهاد العلماء وبذل الأغنياء، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يعجل ذلك وأن يحيينا لنشهد عز الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.